شقر كان ايضا مدرب كلام العوبه خطيره وضربه جزاء. نعم ضربه جزاء لمنتخب البحر لمنتخب العراق ضربه جزاء في اللعبه الماضيه. اثاره كبيره في المباراه، في انذار على ما يبدو على حسين بابا. ضربه جزاء المشتركه ما بين حسين بابا وما بين يونس محمود داخل منطقة الجزاء. التمريرة كانت ممتازة، التقدم للأمام وحكم المباراة يحتسب ضربة جزاء. العراق الآن يتحدث الآن مع يونس محمود. إن سجل يونس محمود ففي 10 دقائق موجودة ضربة جزاء، يتقدم جول. هدف للعراق، هدف عراقي يسجل الآن من يونس محمود من ضربة جزاء. تقدم ووضع الكرة بثقة وسجل وقلص الفارق. بالتالي شوف هنا ضربة الجزاء والأمر متروك للكابتن جمال الشريف، لكن وضع الكرة وتسجيل الهدف كان بشكل ممتاز بالفعل من جانب